هنا أصالة الماضي وتميز الحاضر. أكثر ما يميز أزياء المغربي من قفطان تكشيطة وجبادور وجلالب عن باقي أزياء العالم هي تلك التفاصيل المغربية من ضفائر حريرية، قطن، أزرار حريرية، أو ما يصطلح عليه خدمة المعلم المغربية. واللي أعلن وزير الثقافة المغربي عن إعداد ملف لتسجيل هذه المهارات وتوثيقها باليونسكو منذ سنة 2021. هذه التفاصيل أرخ لمغربيتها ووجودها في المغرب في القرن 14 كبار المؤرخين، من أمثال المؤرخ الأندلسي إسماعيل ابن الأحمر الذي عاش في كنف السلطان الماريني ابن الحسن بفاس من خلال كتابه بيتوتات فاس الكبرى، فجاء بذكر السفيفة والعقاد في عبارة ضفائر القطان التي تخاط مع الثياب ونسج العقد. كما أشار لهذه التفاصيل المؤرخ الأندلسي الشهير لويس دال في أكثر من صفحة في كتابه إفريقيا الذي كتب منتصف القرن السادس عشر، وصفا أزياء المراكشيين بعبارة الكل مزينا بأزرار، واصفا دكاكين فاس وذكر من بينها دكاكين خاصة بنسج وبيع الضفائر والأزرار، واصفا كذلك لباس أكابر فاس ونبلائها مزينة بضفائر وأزرار ذهبية، وواصفا لباس المغربيات فاس كونه مطرز حول العنق وأطراف الأكمام بالذهب والحرير والجوهر. المغاربة رجالا ونساء ارتدوا القفطان المغربي بتفاصيله كما نراها اليوم.